السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم حلوى تطوانية تقليدية زمانية، حلوى التقاوت. شي كيقولها الخليط، شي كيقولها التقاوت، لأن كتكون مقوطة فيها الفواكه الجافة، وهي كتجي روعة في المذاق ولذيذة، والشيشة كتذوب في اليد قبل ما كتذوب في الفم، وكتكون حاضرة عندنا في المائدة د العيد، هي ولا الفلفل التطوانيين ولا الحلوى د الكاوكاو. كنتمنى تعجبكم، وكنتمنى تزيدوا تدعموني وتشجعوني باش تدخلوا القناة. ودابا ندوزو المقادير وطريقة التحضير ان شاء الله. 250 غرام د الزبدة بحرارة المطبخ، 250 غرام د الزيت، 60 غرام د السكر غابرة، عندنا التقاوت، عندنا 125 غرام د الجنجلان اللي كنكونوا غسلناه ونشفناه وحمرناه وهرمشناه شويه، عندنا 125 غرام د اللوز اللي بالقشره ديالو كنمسحوه ونحمروه في الفران ونهرمشوه، عندنا 125 غرام د القرقاع اللي هو حمرناه شويه في الفران شويه باش نزولو من الرطوبه وهرمشناه، عندنا 100 غرام د الزبيب اللي كنكونوا مسحناه من الغبره وقطعناه، عندنا شويه د المليحه، شويه د المسكه حمراء مطقوعه، شويه د القرفه، واحد ساشيه د الخميره الحلوى فئه 8 غرام، وكنوزنو كيلو د الطحين وكننزلو الدقيق حسب الخليط. اول حاجه كنبداو بها نشبرو الكسيعه ديالنا ولا الاناء اللي غنخدمو فيه، ونعملو فيه الزبده داك 250 غرام زبده بحراره المطبخ، ونضيفو عليها داك السكر كلاصي عندنا 60 غرام باش ما تجيناش الحلوى ديالنا حلوه، لان الحلوى ديالنا غائبه باش نفندوها بسكر كلاصي، ونخدموه ماشي باليد، نخدموه مزيان حتى يندمجو لنا العناصر. بعد ما خلطنا الزبده مع السكر غادي نضيفو الزيت، عندنا 250 غرام د الزيت، ونخلطو حتى يندمجو لنا العناصر مع بعضياتهم. كنخلطو الزبده ديالنا مع الزيت مع السكر، كنضيفو داك شويه المسكه حمراء مطقوعه والقرفه وشويه د المليحه، كتكون الحلوى ديالنا ملسمه بالقرفه والمزهر، نسيت ما قلت لكم معلقه كبيره د المزهر. كنبداو نضيفو التقاوت ديالنا، كنضيفو داك الكركاع 125 غرام د الكركاع اللي كنكونوا حمرناه شويه باش حيدنا من الرطوبه وهرمشناه، كنضيفو 125 غرام د الجنجلان اللي كنكونوا حمرناه حتى هو هرمشناه شويه ولا لواحد الضربه في الماكينه، ونضيفو 125 غرام د اللوز اللي كنكونوا حمرناه وهرمشناه. الحلوى ديالنا كتجي عامره بالتقاوت، عليها كيقولوا الحلوى ديال التقاوت كتجي مقوطه، وعندنا 100 غرام د الزبيب اللي كنكونوا قطعناه مسحناه من الغبره وقطعناه. هاد الحلوى كتكون عندنا حاضره في جميع الموائد التطوانيين في العيد، واخا كنعياو نعملو في الحلاوي هادو ما الادامين دايما كيكونوا حاضرين عندنا في الاعياد. كنضيفو الدقيق ديالنا شويه بشويه وحنا كنخلطو، نضيفو داك 8 غرام د الخميره اللي حنا غربناها، كنضيف الدقيق ديالي شويه بشويه وانا كنخلط. وهاد الحلوى كانوا كيعملوها بزبده حيوانيه، وحتى اي نوع د الزبده كتجي لذيذه ومزيونه، شنو الزبده حيوانيه لا يعلى عليها، كتجي لذيذه. والحلوى ديالنا كتجي شيشه وخلنا فواكه جافه. كنتمنىكم تجربوها، انا متاكده غادي تعجبكم. على هاد الطريقه نضيف الدقيق ونخلط تنحصل على واحد الخليط اللي ما كيتلصقش في اليد. الحلوى ديالنا ما كنعجنوهاش، غير كندخلو فيها الطحين. كنخلطو حتى كنحصلو على عند الخليط كيكون ما كيتلصقش في اليد وطري ورطب، ما كنعجنوهاش، غير كنجمعوها لان باش ما تخرجلناش الليدان ديالها. دابا غندوزو باش نشكلوها على شكل كويرات، نشكلو على هذا الشكل، كنبسطوها شويه بيدنا وكنزينوها بواحد وكنرشموها بواحد الإقاط كيكون عندنا معروف باقة الدركات، كنرشموها رشم عشوائي
كنحفروها صافي باش ملي كنفندوها في السكر كيدخل فيها السكر بهذا الشكل. كل واحد يزينها كما بغا. دابا المراشم موجودين، انا عملت لكم على الطريقه التقليديه بهذا الشكل ونزلوها فوق ورق الطبخ في الصينيه. انا على هذه الطريقه سنسالي الحلوى ديالي. الباقط ديالنا ديما كنسيسوه في الدقيق باش ما كيلصقناش فيه الحلوى بهذا الشكل. تزيين عشوائي. وفي هذه الاثناء كيكون الفران ديالنا مشعول كيسخن باش ملي كنوجدو الحلوى ديالنا كندخلوها الفران. بعد ما شكلنا الحلوى ديالنا دابا غادي ندخلوها الفران اللي كنكونوا سخناه من قبل. من بعد ما طابت الحلوى وتحمرت دابا غنخليوها حتى تبرد، عاد نفندوها في السكر بلاصي، لان الا فندناها وهي سخونه غيذوب عليها السكر والحلوى كتكون هي كتفتت هشيشه. نخليوها حتى تبرد مزيان عاد نرجعوها باش نفندوها ان شاء الله. بعد ما بردت لنا الحلوى مزيان كنرشو عليها السكر بلاصي ولا كنفندوها، واما كنفندوها في السكر بلاصي باش كتجي كامله مغلفه بالسكر. هي ما كتجيش حلوه بزاف لان حنا في الداخل ديالها ما عندناش السكر بزاف. السوده هذا باش كتجي باينه فيها داك الرشمه باش كيدخل فيها السكر. طبعا نعملو سخن التقديم ونقدموها ان شاء الله. هذا الشكل النهائي للحلوى اللي عملنا اليوم. الحلوى د الخليط اللي مقوطه بالتقاوت كتجي روعه في المذاق وهشيشه كتذوب في اليد قبل ما تذوب في الفم. كنتمنى تعجبكم ومع السلامه.